تشوفوا هذا الماي جاي من أعلى الجبل اللي هو عندكم الثلج، والحين الثلج يذوب فمنها يطلع هذا النهر الجميل. شكرا. وهذه جمعية نسائية. السلام عليكم. جميع انواعها، كاين اعشاب طبيه وكاين توابل. وهنا كما تشوفوا الطريقه اللي نصنعوا بها زيت الاركان، اكيد انكم تسمعوا زيت الاركان. شفتوا من قبل كيفاش يصنعوا؟ لا لا. انا نشرح لكم شويه. اذا كما تعرفوا الاركان هو شجر مثل شجر الزيتون، ويتواجد فقط في المغرب، ما كاينش في منطقه اخرى. وهذه هي تمره الاركان. عندنا عده مراحل. المرحله الاولى نقشروا التمره باش ناخذوا النواه. في طريقة أخرى أن الماعز يتسلق للشجرة ياكل التمرة، ولما يجطر في الليل يرمي لنا النواة. سبحان الله، هو يساعدنا في مرحلتين، مرحلة الجمع ومرحلة التقشير. ولكن للأسف أنا معدة الماعز فيها بعض الغازات تتأثر على اللوزة وتعطي للزيت ريحة مليحة. داكشي علاش حنا كنفضلوا نجمعوها بهذا الشكل ونقشروها يدويا. هنا التقشير اليدوي. اذا من بعد كنكسروا النواه باش ناخذوا اللوزه. وهذه اللوزه من هذه العجينه نصنعوا صابون جميع انواعه. القشور الصلبه نستعملوها في اشعال النار، والقشور الاخرى نعطوها للحيوانات، يعني كل شيء نستعمل. وبالنسبه للتر واحد من زيت اركان نحتاجوا 60 كيلو من التمره، تعطينا فقط 5 كيلو من اللوز و6 ايام من العمل بالنسبه للمراه الواحده، لان كل عمل هنا هو يدوي، ما نستعملوش الالات. وبصح الان كاين الات يمكن يعوضونا جميع هذا العمل، ولكن احنا هدفنا نحافظوا على جوده الزيت، وايضا نوفروا فرص شغل لنساء المنطقه، لاننا مركزين على النساء اللي في وضعيه صعبه، سواء نساء مطلقات او ارامل. لو حبيتوا تاخذوا صور ممكن تاخذوهم، حتى مادام جربي. اي اكيد. شكرا. هذا زيت اركان للتجميل، ولكي نعرف انه خالص وصافي فقط نحطه على بشره اليد وندهنه. لما تتشربوا البشره بسرعه ينشف، تعرفوا انه حر وصافي. لما يبقى دهني تعرفوا انه مخلط، لان للاسف الان كثير بيخلطوه مع زيت مائده او زيت عباد الشمس او زيوت اخرى. كما تشوفوا ان زيت الاركان ما في ريحه، طبيعه. الناتورال نوتيني سينولور. طيب ما زلنا مستمرين. هذا يسمونه السنيور. لا هذه لا بيرسوس. بخسوس. تمرود بالشرحة بالبردة. طيب اليوم عشاي بيكون في هذا المطعم هنا، شكله كيوت، حبيته، ستايل الخشبي وكذا very homey. فشكلي بجلس هنا.
حديقة لامجريل. نشوف الأسعار بكم. هنا في أكثر من شيء، إذا تريد فقط الحديقة، إذا تريد كومبينيشن أكثر من شيء. طيب ما شاء الله مكان جميل للتصوير، لكن بتعانوا لأنه ما شاء الله زحمة. يعني حتى لو أنت اخترت موقع معين أنك تصور، مثال أنت وقفت هنا عشان تصور، بس وراك ما شاء الله مجموعة من الأشخاص، فالصورة ما تطلع يعني خاصة لك.